السلام عليكم البنات. اليوم درت قراطع بالخضار واللحم المفروم، جا بنين بنين والريحة تشهي، سهل ما ياخدش وقت واقتصادي. جربوه وعاودوا لي واش رايكم في التعليقات. اول حاجة نروح ندي الخضر تاعي، نقطعهم كيما هكا قطع صغيرة. عندي هنايا بطاطا كابويا والباذنجان. راح كل حاجة نقلوها وحدها. هنا ندي الزيت تاعي نخلوها تسخن ونديرو الكابوية تاعي هي الاولى تتقلى، من بعد كي نشوفوها تقلات وحمارت نقلوها ونزيدو هنا باذنجان كما راكم تشوفوا، ومن بعد نقلو تاني باذنجان ونزيدو البطاطا، نزيد لها فقط كمية من الزيت وخلوها تتقلى. هنا في مقله واحدة اخرى رحت جبت شوية، جبت مقله درت فيها زيت وشوية كفتة كانت عندي. هنايا راح نقليها قبل وحدها. كي تشوفوها طابت شويه دخلها طياب ونحلت لي، نروح نجيب الصلصه اللي راح نديرها معها، اللي فيها حبه طوماطيس مسكرفجه مع شويه قزبر ورند، نزيدها للكفته ونبدا نقلي تاني. ومن بعد نزيدو طماطم تاني مصبره، واحد نص ملعقه تاع طماطم نقلوها تاني قلت لكم هي دائما. ومن بعد نديرو التوابل اللي هي الحرور ونزيدو معاهم ملعقه ما تكونش معمره بزاف تاع الكمون نديروها، ومن بعد نملحو شويه بالملح. وهنايا ما صورتكمش المقطع، ديروا شويه ما قد واحد نص كاس هكا باش الصلصه تاعكم ما طيب والكفته تاني طيب طريه ما تجيش ناشفه وقاصحه. هنايا نغطيهم ونخلوها كما راكم تشوفوا. بعد ما طابت ها هي لاصوص تاعنا راهي واجده، والخضره تاعنا قليناها وتاني راهي واجده. نديروها في صحن. هنايا نروحو نوجدو كريمه نديرو فيها كاس تاع حليب كما راكم تشوفوا، قطع تاع جبن، انا درت واحد 5 حبات هكا. نزيدو عليهم ملعقه تاع اكل مايزينا وملعقه مارغرين. هادو كامل نروحو نديروهم بارد في بارد ونديروهم فوق النار ونبقاو بالفوي نخلطوهم باش الكريمه تاعنا تعقد. راح تشوفوا معايا كي تجي متماسكه ما تجيش هنايا شوف كي راهي رطبه وشابه. بعد ما حضرنا كلشي راه واجد، الخضره طايبه والكريمه واجده والصوص بالكفته راهي واجده. نجيبوا الصحن تاعنا نديروا فيه تاع اللي يدخل الفرن، نديروا فيه الخضره تاعنا كما شفتوا، نخلطوها نسووها مليح ونزيدوا فوقها الكفته مع لاصوص اللي درناها لها، نمشوا كامل فوقها الكفته فوق الخضره. ومن بعد هنايا نفرغوا لهاد الكريمه. شوفوا كي تجي عاقده، نمشيها تانية فوق الخضره والكفته وتدخليها مباشره للفرن تخليها تحمر. وهنا شوفوا النتيجه يا البنات، كراتان دايب بنين وريحات شهيده. عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. ربي يحفظكم ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. الى اللقاء.